السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ كلامنا ببسم الله. وأول حاجة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص بقى، شوف الطبق الجميل ده احنا عملناه من غير ما نسلق المكرونة. هتقولي ازاي يا ام هاجر؟ هقولك دلوقتي هنعملها ازاي. دي اسمها المكرونة المبكبكة. بنعملها طبعا من غير ما نسلق المكرونة، طبعا وبيبقى فيها صوص زي ما انت شايفة الطبق الجميل ده. وطبعا المكرونة قدامك مفلفلة. اول حاجة هنجيب الحلة الجميلة بتاعتنا دي. وعايزة اقولك انا بحب اعمل الاكل في الحلل دي الالمونيا، مش التيفال والكلام ده. انا بحب الاكل بتاعت الحلل الالمونيا بتاعت زمان الجميلة دي، بتاعت ستي وستي وامي وامك. احلى اكل بيتعمل في الحلل الالمونيا دي، بجد بيطلع منها الاكل جميل جدا. وخصوصا بقى المحشي. اول حاجه انا جبت معلقه من السمنه. عايز تحط زيت ماشي. قطعت بصلايه واحده ونزلت بقى كده في السمنه وهحمرها. طبعا هنخليها ذهبي، بس انا بحب البصلايه بتاعت المكرونه وبتاعت المحشي بتبقى متحمره شويه، ما بتبقاش ذهبي، احنا بنحمرها شويه، يعني بتبقى بني غامق. انما انت لو عايزه تخليها مثلا صفرة، يعني اللون الذهبي ماشي. عايزه تحمرها زي ما انا هحمرها وهتشوفيها، انت هتقولي عليها محروقه، بس هي ايه، احنا بنحبها كده. تمام كده. حمرت البصلايه بتاعتي ونزلت ايه بشويه القوطه بتوع الجمال دول. طبعا مش هنخلي المكرونه تتسبك، لا، احنا ايه هننزل بالقوطه، وهننزل بشويه فلفل اسمر، ومعلقه الملح بتاعنا الجميله، وهنقلب تقليبه. وننزل بقى ايه بالمكرونه على طول من غير ايه ما نسلقها. زي ما انت شايفه، اللي اول مره يشوفني ويتابعني، انا مطبخ ام هاجر، ابداعات ومطبخ ام هاجر. اوعي تنسيني بالاشتراك في القناه وفعلي لي الجرس يوصلك كل حاجه بعملها. شير كومنت حلو منك ليا. طبعا نزلت بالمكرونه قلبتها في الصلصه، وهنزل بقى بالميه بتاعتي. وخدي بالك المكرونه بتاعتك شوفيها بتاخد ميه ولا لا، حسب نوع المكرونه بتاعتك. طبعا انت هتعمليها هتسويها زي الرز، مش هتمليها ميه قوي. ودي المكرونه بتاعتي خلاص هي كده استوت. انا بحب فيها الصوص بتاع القوطه دي. لو انت عايزه تنشفيها نشفيها، انما احنا بنحبها كده بالطريقه دي. كده المكرونه بتاعتي استوت. وعايزه اقول لك على حاجه، النوع ده من المكرونه المبكبكه لازم تاكليها سخنه على طول، ما ينفعش تبرد منك. تمام. وطبق المكرونه بتاعتي خلص زي ما انت شايفه. وايه رايك في المكرونه بتاعتي؟ لو المكرونه عجبتك والوصفه عجبتك، اوعي تنسيني بالاشتراك على القناه. بجد ريحتها جميله وطعمها اجمل. والمكرونه زي ما انت شايفه بصي مفلفله معايا، مش معجنه خالص. زي ما انت شايفه كده طبق المكرونه الجميل بتاعنا. عايزه اقولك اكله بسيطه وسريعه. اكله بسيطه وسريعه، لو انتي اولادك مثلا جعانين بالليل وعندك شويه مكرونه، هتعمليهم في دقيقتين بالظبط، مش هياخدوا معاكي وقت. وبجد طبق مكرونه جميل، احسن من بتاع المطاعم بمئة الف مره. ويا سلام بقى لو عندك شويه لحمه مفرومه وقمت